السلام عليكم الخوت الخواتات، ان شاء الله يا ربي تكونوا على خير وبخير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو وانتم في احسن حال. قصه اليوم قصه جميله اللي غادي تحكي لكم حكايتها ملي كانت صغيره حتى تكبرت. انا جميله كنحكي لكم حكايتي وانا عندي 10 سنين. ماتت الام ديالي، بقى معايا با واختي فريده. ما عندنا حتى شي واحد، ما عندنا حتى واحد في ديك الدوار غير حنايا خالقين، تا با وامي خالقين في داك الدوار، ولكن ما عندنا حد. با كيخدم غير في الاريضه ديالو، ايضا عنده اريضه بسيطه، ما عندوش شي اراضي كثيره. المهم يعني واكلين شاربين الحمد لله، ما خصنا حتى خير. حنا كنا من ديك العروبيه اللي كان مازال ما دخلوا لهمش الماء. كنت مره كنمشي نجيب الماء، اختي مقابله الدار وانا كنمشي نسقي الماء من السقيات، من البيار، من العيون كل مره ومنين. المهم كان ديك الساعات عندي 10 سنين، تأزمت على امي الله يرحمها، واختي مسكينه واخا كبر مني غير ب4 سنين. كانت اختي هي امي، هي اختي فيها كل شيء، كانت حنينه عليا بزاف. الناس ديال الدوار عياو في با كيقولوا له تزوج باش ترتاح فريده وجميله باقين صغارات، باش يرتاحوا. قال لهم والو، انا هاد البنات غادي انا نكون لهم اب وام، بلا ما تبقاو تحرقوا راسكم معايا وصافي. يعني ما تعذبوش راسكم معايا وتجيو وتبقاو تقولوا احنا غادي نقابلوا لكم البنات ولا شي حاجه. انا بناتي داكشي اللي وجدوه معايا غادي نوجدوه مع بعضياتنا، ما نضحكوا على بعضياتنا، ما نعيبوا على بعضياتنا. نتوما الله يجازيكم بخير. المهم هضر مع الجيران هكذا، قال لهم نتوما زعما ديرتوا الواجب ملي ماتت السيده، صافي خلي البنات يعتمدوا على راسهم، وانا بناتي كيف ما وجدوها لي غادي ناكلها. انا ما غادي نضحك عليهم، ما غاديش نعيب عليهم. المهم كان با حنين فينا بزاف. المهم واحد المره، بقينا عايشين انا واختي مقابلين الدار، ما كنقراوش. انا كنمشي هكذا كنسقي، كنجيب كنعاون اختي في الا بغات شي سخره ولا شي حاجه. المهم انا ما كنتش كندير الشقه ديال الدار، ما كانش شي شقه بزاف. المهم اختي ما كانتش كتبغي تمشي، حيت هي زعما هي كانت تسمى عويطخه، كانت كبيره شي شويه، كبر مني ب4 سنين. المهم بقيت هكذاك حتى درت 18 عام. 18 عام جا عندي واحد الولد من الدوار النيت، ولكن هو انا ما كنتش عارفه باللي راه هو ماشي الاصل ديالو من الدوار ديالنا. عارفه باللي امه وباه ماتوا تما وهو عايش تما، ولكن تا من بعد عاد عرفت باللي باه ومو راهما جاو يخدموا وبقاو تما حتى ماتوا تما في الدوار ديالنا. قال لي داك الولد واش تزوج بيا؟ انا عارفه داك الولد ما كيخدمش، كانت عندهم باه بوحدهم وبقى غير عايش في داك الدويره صغيره. غير الجيران اللي كيديروا فيه الخير، ومول ديك الدار كيجيب له كيعطيه هكذا الزكاه ديالو. مره في الشهر كان كيجي داك السيد مول الدار، كان كيجي يعطيه الزكاه ويدور في الارض ديالو ويشوف. هادشي اللي كان يعني ما كانش عايش في دارو، يعني غير عايش في ديك الدار ديال ديك السيد. الام والاب ديالو ملي جاو من شي دوار اخر، جاو كما قلنا با خماسه مع ديك السيد عند الاب ديالهم الكبير. بقاو خدامين سما، مقابلين الفلاحه، مقابلين الدار. المهم الام مقابله الدار مع المراه، والراجل مخدم عاطيه ديك السيد واحد البلاصه وعايشين فيها. الوالدين ديال هاد السيد هذا، يعني الراجل الكبير مول هاد الضيعه، وماتوا الوالدين، تفرقوا، قسموا الورث ديالهم. داك السيد هاد الاب والام ديال هاد الولد هذا بقاو عايشين في ديك الارض، في ديك الدويره. تقسموا الخوت مع بعضياتهم، هو بقى جالس تما مول الارض، ما قالوش يخرج. بقى ديك السيد برا. مره كيجي، هو راه في المدينه، ولكن مره كيجي، ما كيقولوش، عمره ما قال له خرج من داري ولا انا بغيت الدار ولا شي حاجه. المهم مخليه، قال له انت كنتي مع باك وامك هنايا، خلقتي في هذه البلاصه هذه، خليك فيها حتى يسهل الله. المهم هذا السيد هذا عجبو الحال. المهم قال لي انا راه ان شاء الله غادي نبدا نخدم، غادي نحاول نخدم. انا عايش بلا خدمه دابا، الناس ومول الدار كيدير فيا الخير، ولكن انا غادي يعني ملي نتزوج غادي نخدم. المهم مشيت انا عند اختي، قلت لها في راسك عادل راه بغى يتزوج بيا. قالت لي وسير، هذاك راه ما جمعش حتى راسو. قالت لي باش غادي يتزوج بك؟ قالت لي واش انت حمقى؟ هذاك ما كيعرفش يجيب حتى كيلو د بطاطا باش يتزوج بك. ما داك باش غير داك السيد اللي داير فيه الخير مول داك الدار.
قلت له يا اختي ولكن راه قال لك راه غادي يتزوج بيا وغادي يبدا يخدم. المهم مشيت انا قلت له اجي عند با قولها له اجي يطلبني من عند با ولا صافي ما بقاش نهضر معك. فعلا جا هو الولد درويش وما كيدير لا مشاكل لا حتى شي حاجه وعزيز على الناس ديال الدوار كاملين. المهم واحد النهار جا عند با قال له عمي انا بغيت نتزوج بنتك. قال له شكون؟ قال له جميله. قال له جميله باقا صغيره. قال له انا بغيت جميله. قال له الا بغيتي. قال له ولكن ولدي انت واش كتفلى عليا؟ انت ما خدام ما ردام راه زعما انت بلا ما نضحكوا على راسنا راه ما خدام ما ردام. الناس غير الناس كيديروا فيك الخير والحاج هو اللي كيجي مره من المدينه ويدور معك. قال له ايه عمي ولكن انا كنوعدك انا ماشي انا اللي ما بغيتش نخدم. انا الوالدين ديالي اللي كانوا مفشيني وكيقولوا لي ما تخدمش. انا باغي انا كنبغي نخدم ماشي ما كنبغيش. المهم جا با هضر مع اختي قال فريده هضري مع جميله وقول لها واش تبغي تزوج بعادل ولكن خصنا تعرف الحقيقه. قلت له انا شنو الحقيقه؟ قال لي شوف هذاك عادل راه ماشي من الدوار ديالنا راه باه وامو جاو كانوا صغارين جاو سكنوا هنا خدموا خماسه عند الحاج والحاج مات باه وتقسموا داكشي هو خلى عادل ومو با خلاهم في ديك الدريد في ديك الدار. يعني راه ما عندهم والو راه ما كيملكوا حتى ريال. قلت له با ماشي مشكل انا كان غير يحترمني ويقدرني ويخدم كيف ما قال ماشي مشكل. المهم قال صافي اتفقنا. با قال له ولدي الله يجيب لك التيسير. فعلا جاو الجيران الناس اللي كيعرفونا جاو زعما كبروا بينا الناس ديال الدوار حيت ما عنده واحد جاو معاه رجل ديال الدوار جاو خطبوا صافي اتفقوا. نهار اللي غادي نبغي نمشي في حالتي للدار ديالنا الدار ديالي زعما انا وياه الدار العش الزوجيه كما كيقولوا. جبرت الجيران شي جابوا معينات شي ديك المعينات اللي تما شي تحك شي تغسل شي تصبن شي. المهم الناس ديال الدوار زعما عرفوا باللي داك الدار كانت غير ديال زفري وما كان كيدير حتى حاجه ما كان كيطيب ما والو ما كان يعني. المهم الجيران قاموا بالواجب. فعلا ملي مشيت الدار ماشي زعما شي حاجه فيها ولكن المهم مستوره. المهم بقينا فيها واحد الشهر. واحد النهار ويجي الحاج اللي عاطين راجلي الدار قال له عادي دق عليا. قلت له ما كاينش عادل. قال لي فين مشى؟ قلت له راه مشى كيخدم. قال لي ولا كيخدم؟ قلت له راه سهل الله راه بدا كيخدم عند فلان. المهم جا الحاج مشى عندك فلان عندك السيد مشى عنده قال له عادل ولدي دابا انت خدمتي تزوجتي ودابا انا راه ديك البلايصه هذيك راني بغيت نبنيها انت عارف هذاك الحق ديالي هو فاش عايش انت. قال له ايه الحاج. قال له انا بغيت نبني داك البلايصه بغيت باش نبقى نجي بلا ما نبقى نجي ونرجع في نفس النهار بغيت نبقى نجي ونجيب وليداتي يفوجوا هنا في العروبيه وداكشي. قال له الحاج من حقك. قال له ولكن ولدي انا راني ماشي غادي نخرجك يعني حاول تدبر على راسك. قال له راجلي واخا ماشي مشكل. المهم جا عندي عادل كيعاودها لي قال لي الحاج ها شنو قلت له ايه راه جا. قال لي راه جا عند الخدمه ديالي وراه قال لي راه بغى الدار باش يبنيها وراه كيشور معايا كيقول لي دبر على راسك اولا منين نبني زعما نكون انا زعما خدام معاه تمايا يعني غنبقى خدام دائما معاه. جينا قلت له ماشي مشكل بقى بحرام بقى انا مع با هنايا في الدوار مع با واختي وانت جالس. قال لي لا انا ما بقيتش باغي انا باغي ما كرهتش نعيشك شي عيشه احسن من هذه. ايوا قلت له ما كرهناش ولكن دابا فوقتاش قال لك تخرج ياك ما خصنا نبقاو نقلبوا على فين نمشي نسكنوا عند با. قلت له انا يعني نمشي نسكن عند با. قال لي لا ما نسكنوش عند باك انا غادي نمشي نقلب على راسي ماشي الرزق غير في هذا الدوار هدايا كيف ما الاب والام ديالي جاو من بلاصه بعيده انا ما عرفتهمش منين جاو من بلاصه بعيده وجاو لهذا الدوار هذا وكان عندهم الرزق ديالهم في هذا الدوار انا غادي نقلب فهمتيني في الدوار اخرين وفي بلادات اخرين وفي مدينه وعلاش لا ما نمشيش للمدينه. قلت له ويلي على تمشي للمدينه حنا قادين على المدينه انا بعد عمري ما خرجت. قال لي واخا ما عمرنا خرجنا غادي نمشيو نحاولوا. المهم قال له داك السيد غادي تبقى يعني حتى عام. قلت له انا الحاج شحال عطاك ديال الاجل شهر؟ قال لي لا راه عطاني عام. قال لي عام الا بغيتي فكر واش زعما نبغي نبني تبقى معايا هنايا ونعطيك شي بلايصه اولا زعما دبر على راسك. وانا قلت له صافي انا غادي ندبر على راسي. المهم بقى راجلي كيمشي كيكون جالس هكذا كيخرج يمشي للمدينه
كيدوز النهار كامل في المدينه كيقلب، عاوتاني كيدوز واحد 6 ايام 10 ايام ويجي عاوتاني يقول لي والو ما كايناش الخدمه في المدينه اكثر من هنايا. عاوتاني كيدوز واحد المده تقريبا شي شهرين وهو كيقلب في المدينه. واحد النهار جا فرحان قال لي جميله، قلت له نعم، قال لي واقيلا ربي غادي يسهل علينا. قلت له الله يسهل فاش؟ قال لي راه واحد السيد، مشيت عند ديك العساسه اللي كيعسوا على الطوموبيلات وعلى الفيلات وعلى الديور على القهاوي وداكشي، راه هذاك هما اللي كنت كنمشي عندهم. وراه واحد السيد راه دار فيا واحد الخير كبير الا كمل سيدي ربي. قال لي، قلت له شمن خير؟ قال لي واحد السيد عساس في واحد الفيلا، قال يعني هاد العساس ديال الفيلا هضر مع راجلي عادل، قال له راه كاين واحد السيده عندها واحد الفيلا وراه كانت في الخارج ما كانتش هنايا، وراه كتجيب الخدامه يخدموا لها وكيمشيو في حالاتهم، وهي راه امراه كبيره شي شويه ماشي صغيره ماشي مهم كبيره فايته 60 عام، وراها باغيه عساس. ايوا الا بغيتي نوريك نعرفك عليها. قلت له ايوا واش نعرف تعرفتي عليها؟ قال لي عرفت الفيلا، وعرفت الفيلا كبيره تبارك الله ما شاء الله، ولكن انا جيت نقولها لك واش تبغي نمشيو نعيشوا في واحد الفيلا انا وياك ونخدموا تمايا، انت تخدم بداكشي اللي انت تخدم انت داخل وانا نخدم في عساس برا. قلت له ما نكرهش واخا ماشي مشكل. قال لي واخا باقا صغيره تخدم في الديور. قلت له ماشي مشكل نخدموا فين ما كان. المهم فعلا مره اخرى مشى ديك العساس اللي ديال ديك الفيلا اللي قريبه، مشى عند ديك الحاجه قال لها راني شفت واحد السيد من العربيه وراه مزوج، راه تزوج، راه بغى يخدم هنايا، ودابا زعما راه ولد كيبان بولد مزيان وراه باقي صغير، الا بغيتي نتعرفك عليه. قالت له عرفني عليه. المهم مشى راجلي تعرف على السيده، عطاها لاكارت ناسيونال ديالو، وراها فين ساكن ومنين هو وداكشي، عطاها حتى لاكارت ناسيونال ديالي انايا. قالت له مزيان. قالت له المهم ملي تجي ان شاء الله جيب لي العقد الزواج، ما كافيش ولدي لاكارت ناسيونال، جيب لي العقد الزواج باش نعرفكم راه نتوما مزوجين. قال لها صافي واخا. المهم قال لي وجدي راسك راه غادي نمشيو. مشينا انا وياه، ما دينا حتى حاجه اصلا، ديك الحوايج اللي كانوا في ديك الدويره غير ديال الناس. دقيت على كاين اللي عطيته داك الحويجات، كاين اللي عطيتهم له، كاين اللي خليته تما، كاين اللي عطيته لختي. المهم مشيت عند داك السيده، مرا كتبان يعني مرا كبيره فايته 60، مرا كتبان بعاقله ومرزنه ويعني بوحديتها في الدار. هي مسكينه قدامها واحد الشبكه ديال الدواء، واحد البلاطو ديال الدواء ديال الدويات، كل مره هي شاربه دواء، يعني كل مره شاربه دواء بزاف ديال الدويات اللي كتشرب. المهم هضرت معايا وهضرت مع راجلي، قالت لي شوف انا ما يخصكم ان شاء الله معايا حتى خير، انا راني غير بوحدي، انا كنت في الخارج انا ما كنتش هنا، وعندي الممتلكات ديالي بزاف شاريه عندي الاراضي، عندي الديور كرياهم، بداك الديور انا عايشه، انا دابا عايشه في هذه الفيلا، عندي 2 طوموبيلات، عندي الديور كرياهم، ما يعني ما خصني حتى خير، عندي قهوه اعطيها لشي واحد مقابلها وكيجيب لي الروسيطه ديالي كل مره، يعني ما خصني حتى خير. المشكل اللي عندي هو انني وحيده، وانتوما ان شاء الله الا بغيتوا تعيشوا معايا انا نعطيكم فين تسكنوا، والسيد يكون عساس وانتي تخدمي معايا في الدار. انا راه ما عنديش زعما شي تماره، منين نبغيو زعما التخمار ولا شي حاجه نشوفوا 2 عيالات ولا 3 هما يجيو يخملوا. قلت لها انا ماشي مشكل الحاجه، قلت لها انا نخمل، انا راني صحيحه. المهم بقات كتضحك عليا ومشي صافي، مشينا لواحد البلايصه وراتنا الدار خارجه، جهه الجرده خارجه الدار زوينه، الدار فيها المعن كلهم، فيها الطبله ديال الماكله، فيها الكوزينه مصوبه على حقه وطريقه، يعني داكشي صغيور وزويون. المهم يعني الدار ديال العساس. المهم قالت لي ها انت بغيتي زعما النهار اللي تبغي تبات عندي ماشي مشكل، بغيتي تبات عندنا في دارك بات في دارك، هذه دارك والفيلا كلها ديالكم. المهم فرحنا، انا عجبني الحال وبقيت كنحمد الله، كنقول الحمد لله يا ربي زعما ما خلانيش بلاش، ما زعما انا عملت النيه وقلت الراجل، قلت نبا انا غادي نبدا مع هذا الراجل من الزيرو وغادي نحاول يبدا يخدم ونتعاونوا انا وياه، ولكن ربي ما خيبنيش. فعلا بدينا كنخدموا. عيطت على راجلي، قالت له عادل عندك بيرمي؟ قالت له سير خرج لي الطوموبيل. قال لها الحاج انا ما عنديش بيرمي. قالت له لا وليدي راه خصك دير البيرمي، انا كان عجبني نسوق راسي،
كيعجبني نمشي نقضي الصوالح ديالي لراسي، ولكن انا راني زايده في الكبر ماشي كنصغر، وانا انت عارفني مريضه وعندي كنحس وكان عندي مرض الضيقه. يعني ما نكرهكش تكون عندك البيرمي ديالك باش تبقى انت توصلني وتسخر لي وتجيب لي السخره. قال لها واخا الحاجه ماشي مشكل غنحاول ندير البيرمي. المهم دفع راجلي البيرمي، فعلا جابو من الامتحان الاول. صافي بدا كيخرج كيتعلم بديك الطوموبيلات تما، غير تما في وسط الفيلا، في وسط ديك الحي اللي تما. المهم بدا كيتعلم صافي، ولا كيمشي يتسخر له هو، كيهزها هو ويديها تسخر. ما بقاتش هي كتبغي تسوق. كانت في الاول كتسوق، ولكن كان عندها علامه. المهم دوزت، بقينا كنهضروا انا وياها على الولده. قالت لي شوف انت باقا صغيره، قالت لي انت باقا صغيره وراجلك باقي صغير، انا الا تبعتوني بلاتي عليكم وعاد ولدوا، ماشي نتوما معايا، انتما تبقاو هنايا، ولكن باش تكسبي صحتك. راه الولده المراه ملي كتولد باقا صغيره وكتكون بوحديتها راه كتعب، بلاتي شويه. المهم فعلا بقيت واحد 3 سنين وحملت. ملي حملت قلت لها الحاجه انا غادي نمشي نولد في دارنا. قالت لي علاش غادي تولدي في داركم؟ في العربيه الناس كيمشيو من العربيه للمدينه، وانت غادي من المدينه غادي تمشي للعربيه تولد. قلت لها لا، راه باش اختي تقابلني. اختي تزوجت تما قريبه من با، ما بيناتهم غير شي بلايص، غير شي دار. انا غادي نمشي عند اختي تقابلني ونمشي نجلس في الدار دبا. قالت لي لا، غادي تولدي هنا، غادي ندفعك الكلينيك هما اللي غادي يولدوك، وغادي يجي باك وغادي تجي اختك وغادي يجي راجل اختك ويحضروا الاسبوع. انا بنتي راه ما عندي حتى واحد، هانتوما دوزتوا معايا هاد العامين، هانتوما شفتوا فعلا ديك السيده ما كيدقوا عليها الجيران، ما كيدقوا عليها صحابات، ما عندها حتى شي واحد. حتى الولاد ما عمرني سمعتها قالت له الو ولدي ولا الو بنتي، ما كاين حتى شي واحد، غير بوحديتها السيده. المهم يعني مرتاحين. وتا هي ملي بقينا كنهضروا واحد النهار قالت لي انا كنت دائما الدار ما كتخواليش، ولكن قالت لي لقيت الغدار في الصحابات بزاف، الصحابات والصحاب لقيت فيهم الغدار بزاف وصافي. وملي بغيت ندخل المغرب قلت غادي نبدل حياتي في مره وما صافي نقطع مع كل شيء. قالت لي بالفعل انا بنتي راني قطعت، ما بقيت حتى مع وحده. صافي دابا نتوما اللي عندي، نتوما هما وليداتي، انت وعادل هما وليداتي. المهم قلت لها حتى بصح الحاجه راه حنا كنحسبوك فحال امنا، واخا انت زعما حاجه كبيره وداكشي. قالت لي لا بنتي انا ما لا حاجه كبيره ولا انا عبده من عباد الله، انا ما كبيره ما والو. المراه متدينه متقيه الله متبعه صلاتها وجالسه. المهم انا ما عاودتليش شنو دوزت قبل في الخارج ولا هذا، ما عرفتش شنو كانت زعما شنو كانت خدامه ولا. المهم المراه عندها الممتلكات ديالها ما خصها حتى خير. المهم ولدت بنيته وجات اختي وقابلتني ودارنا السبوع تما في ديك الجرده، غير حنا بوحديتنا ما كاين حتى شي واحد. حاجه وحده اللي راجلي خرج العشاء من داك الناس ديك العساسه اللي تما في ديك الفيلات كاملين، خرج لهم العشاء كلهم عطاهم العشاء ديالهم. هادشي اللي كاين. يعني انا لقاتني انا ما عنديش زعما علاقه مع الناس، ما بغيتش ندير لا جيران ولا معارف ولا حتى واحد. المهم دوزنا ديك المده، بقات زعما بقات كتامني على الذهب ديالها، بقات كتامني كتقول لي هاك افتح هذيك الخزنه، كتعطيني الكود كتقول لي افتح هذه. المهم المراه كتثقت فيا بزاف اكثر من بنتها. قالت لي فراسك، قالت لي انا ما عمرني ثقت في شي بنت خدمت عندي بحال اللي ثقتي بك انت حسيت بك مؤمنه. ايوا قلت لها لا حشمنا يا خالتي. المهم دوزنا ديك المده، البنيته كبرت دوزت عامين، حملت عاوتاني بواحد الوليد. حملت بالوليد عاوتاني فعلا وقابلتني اختي وصافي، وهي عاوتاني زعما دارت الواجب، هي اللي كتقوم بالواجب. وراجلي كنقول لينا جمعنا الفلوس، حلقاش كتعطينا الفلوس الخلاص ديالي ودراجلي وما كنخسروا حتى ريال. يعني الماكله عليها كلشي عليها، يعني حنا ساكنين وانا كنطيب وكنعطي راجلي الماكله وكتاكل هي. يعني هي عندها المشاكل ديال المسوس، خصها ضروري تاكل المسوس. المهم كندير لها طيابها هي وكندير طيابي انا وراجلي، ما عنديش المشكل، ما كنخسروا حتى ريال من داكشي. حتى الا بغينا نديو شي ولد للطبيب يشوفوا الطبيب ولا البنت، يعني هي اللي كتكلف. كنمشيو عند الطبيب في الكلينيك وكان زعما يعني عندنا الناس ديالها. فعلا دوزنا ديك المده واحد 10 سنين دوزناها معاها كما كنقولوا في الطحين. ما عمرني نويت انني غادي نعيش في الفيلا. دوز واحد المده وهي تقول لي بنتي واش تقدري انت دوزي البيرمي؟ بقيت كنضحك، قلت لها ويلي الحاجه واش ندوز انا البيرمي؟ واش انا غادي نقدر ندوز البيرمي؟ قالت لي زعما يا بنتي ودوزي البيرمي، عندك وليداتك يمرضوا لك وليداتك، خصك تنوض بالليل وتدي ولادك للسبيطار وتدي ولادك المدرسه. ما المراه خصها دائما يكون عندها البيرمي ديالها
وقلت له واخا ها البيرمي نحسبوا ديرت البيرمي وها راجلي عنده البيرمي ماشي مشكل. قالت لي لا ديالك بوحدك وديالو بوحدو، على انت ضمنتي راسك وضمنتي غادي تبقاو مع بعضياتكم، ضمنتي واش غادي يبقى هو حي ولا تبقى انت حيه. قالت لي حتى انا راني كنت مزوجه عندي داري، ولكن راجلي راه مات وانا صغيره بزاف، يعني حتى ما كنتش قده ومقده ما غاديش نوصل لهاد المصل هادي. انا مربي انا غادي نشجعك باش دير البيرمي. هو فعلا راجلي قال لي انا ما كنظنش ما نعرفوا، ما كاينين العيالات بزاف كبار منك وصغار منك ولكن ما نعرف واش تقدري. قلت له غادي نحاول. المهم فعلا مشيت دوزت البيرمي درت حتى انا جبت الامتحان الاول. المهم كنت كنقير نحفظ داكشي. المهم دوزنا ديك قلت لكم واحد 10 سنين، يعني انا هي مولات الفيلا، انا وراجلي هما مالين الفيلا، زعما عشنا واحد الحياه زوينه. كان كيجي عندها واحد المحامي مره كان كيجي كيدخل، انا ما كنتش عارفه راه محامي، كيدخل بواحد المحفظه في يدو وكيهضر معاها وكيصافي كيخرج بحالاتو. واحد النهار سمعتها كتقول له اجي راه خصك ضروري تجي ضروري. قال لها انا عندي شي مشاكل في واحد الشركه هذه. قالت له شوف انا علاش انا كنخلصك، انا بغيتك اليوم، بغيت هاد الاجراءات اليوم تسالى، انا ما عرفتش علاش وتعصبت. مشيت عند راجلي قلت له عادل، قال لي نعم. قلت له الحاجه راه ما عرف مع من كتهضر، ما سمعتوش شكون، ولكن قال لي هو ما كتهضر حتى مع واحد. قلت له ما نعرف، راه كتقول له ضروري الاجراءات نساليوها اليوم. المهم جا ديك السيد فتح له راجلي الباب، دخل بالطوموبيل، دخل حتى لداخل بالطوموبيل، حط الطوموبيلته ودخل مزروب عند الحاجه. دخل انا كنسمعها كتغوت عليه، عرفتها باللي راهي هو اللي كانت كتهضر معاه في التليفون، هذاك المحامي ديالها. قالت له انا كنحس براسي راه عايشه في وقت يعني غير زايده. قال لا على الشيطان الحاجه اش من غير زايده. قالت له لا انا كل نهار كيدوز كنقول راني عشتو، انا ما عرفتش راسي واش غادي نبقى العشيه. قال لا شوف الحاجه الموت باذن الله وبلا ما تبقى تدخل في راسك هادشي. قالت له لا انا ولدي راني مريضه وانا بغيت ندير شي حاجه تبقى صدقه جاريه، انا بغيت حاجه تبقى صدقه جاريه الناس يرحموني عليها. قال لها صافي. المهم عرفت باللي المراه بغات دير تعطي الملاجئ شي ديور اللي كرياهم، ولكن ما يتصرفوا في داك الشيء حتى تموت هي. وعرفت باللي داك السيده داك الفيلا اللي عايشين فيها حنايا كتبات لنا حنايا بيع وشرا، ولكن الفيلا عطات لنا في ديك الوقيته هذيك داك الساعه عيطت لنا بجوجنا انا وراجلي والمحامي كاين. قالت لنا شوفوا واش غادي تبقاو هكذا معايا دائما. قلت لها الحاجه علاش شنو زعما الا جريتي علينا انت. قالت لي لا انا ما نجريش عليكم، ولكن واش تبقاو معايا هكذا بحال ولادي. قلنا لا حنا غنبقاو معاك بحال ولادك، الا جيتي خرجتينا ولا جاو خرجونا ولادك ولا شي حاجه. قالت لنا انا ما عندي حتى شي ولاد، انا هاد الفيلا هادي كتباها لكم نتوما باسمكم بجوجكم بيع وشرا، والطوموبيلات بجوجهم بيع وشرا، ولكن بشرط انكم غتبقاو معايا وما تصرفوا في هذا الشيء هذا حتى نموت انايا. بقيت انا كنبكي بالفرحه، بقيت كنبكي. قلت لها الحاجه لا ما يمكنش رزقك هذا. قالت لي شوف انا اليوم قررت باش نوزع الممتلكات ديالي كاملين، انا وراجلي طاحت فينا الفيلا وجوج طوموبيلات، يعني الفيلا قسمت لنا بجوج باسمي واسمه، يعني ما تاقتش بالراجل باش تكتب له هو كل شيء، ويمكن ما تاقتش بيا حتى انا. وديك الديور اللي كاريان الناس اللي عايشه بهم حتى هما دارتهم باللي راه غادي يعني حتى تموت هي وعاد يمشيو للملاجئ ويمشيو لدار الايتام، يعني باش ما يتصرفوش فيهم حتى تموت هي، الا شي حاجه قليله اللي عطات تصدق خلاص. ديك الصدقه اللي كتصدق مره هذيك ضروري كتصدقها هي مره في الشهر، مره في الشهرين. المهم كتدور على الناس وكتعطيهم الزكاه ديالها وداكشي. لقينا راسنا تزوجنا سبحان الله كما كيقولوا الزواج ديال النيه راه كيسخر فيه الله. تزوجنا حتى حاجه ما عندنا حتى ريال، ما عندنا حتى فراش اللي كنعسوا عليه ما عندناش، وما شاء الله ولينا عايشين في الفيلا، ولينا بالطوموبيلات، وراجلي زاد شرا اراضي كثيره، وبديك كتقول له شوف انت عندك فلوس ما تزقرمش على مراتك وولادك
عيشوهم مزيان، عطيها فلوسها، رانا كنخلصك انت وياها، عطيها فلوسها. وفعلا وليت كنشري الذهب، وراجلي ولا كيشري الاراضي في المدينه، ولينا لاباس علينا. ما كملنا واحد المده، واحد 3 شهور ولا 4 شهور من بعد ما سمعنا هذه القضيه ديال انها كتبت لنا الفيلا وكتبت لنا الطوموبيلات ديالها بجوج، حتى ماتت السيده. ما عندها حتى واحد الا حنا، عندنا الله كاملين سبحانه وتعالى. جا المحامي عطانا حقنا، قالنا هانتوما دابا تصرفوا في هادشي ديالكم، وداكشي اللي بقى عطاهم اللي عطاتهم، صدقات داكشي اللي صدقات، وفرق داكشي اللي فرق، وبقات هكذاك. قالت لهم انا بغيت ندير صدقه جاريه، وعطات كلفت المحامي باش غادي يبقى يحفر البيار، وكلفت راجلي باش غادي يمشي يحفر 2 بيار في الدوار، حيت قلت لكم الدوار ما فيش الماء، كان مازال ما فيش الماء، كان غير العيون والبيار وداكشي. عطاتو باش يحفر البيار، وقالت لهم انا صدقه جاريه بغيتكم ترحموا عليا وما تنسونيش. وهذه هي قصتي، وهذه هي قصه جميله. تزوجت بالنيه انا وراجلي بلا والو، ولكن ربي كبير، ربي ما خلاناش. وكما كيقولوا الزواج بالنيه والحرث بالنيه. يعني شنقول لكم، زعما لا اله الا الله محمد رسول الله. ربي ما كيخلي حتى واحد بلاش، حتى واحد ما كيخليه بلاش. عادل خرجوا الراجل من الدار ديالو، وماشي خرجوا يعني طردوا، ولكن قال له انا غادي نبني داك الدار. يعني خرجنا، جينا للمدينه هازين حوايجنا اللي لابسينهم صراحه الله. ولكن الحمد لله حنا ولينا عندنا اراضي كثيره في مدينه كبيره، ولينا لاباس علينا، ولادنا عندهم حتى هما الخير، والحمد لله والشكر لله. وهذا هو الارزاق الواحد يمشي بالنيه وربي يكمل عليه بالخير. وشكرا لكم بزاف. وهذه هي قصه جميله، وفعلا الزواج النيه والحارث بالنيه، هذه هي قصه اليوم. شكرا بزاف، وإلا عجبتكم القصه ديالي ما تنسونيش.